السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة ومعكم ميدو جابر. النهارده هنتمرن تمرين كتف قوية جدا إن شاء الله. بعد حلقة النهارده وتمارين النهارده كتفك هيروح في مكان تاني، هنفجر عضلة الكتف بمعنى الكلمة. اتأكد إنك عامل سبسكرايب في القناة ومفعل زر التنبيهات، ويلا بينا نبدأ الحلقة. التمرين الأولاني تمرين للكتف الأمامي زي ما احنا شايفين. هجيب البار الضيق وامسكه المسكة اللي احنا شايفينها دي كده وابدأ اتمرن بالشكل ده. لو ما عنديش البار ده في الجيم مفيش مشكلة، ممكن اجيب دمبلين، بس اهم حاجة احافظ على اتزان الدمبلين وانا طالع وانا نازل مع بعض، كأني ماسك الدمبل ده بالظبط. واستفاد بالعده السلبيه يا جماعه زي ما احنا شايفين. هطلع في عده وانزل في عدتين او في 3 عدات عشان استفاد بالعده السلبيه وافجر عضله الكتف. هعمل التمرين ده 4 مجموعات، كل مجموعه 12 عده. التمرين الثاني هنعمله تمرينه سوبر ست. اول تمرينه في السوبر هتبقى دافع جانبي بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. هجيب دمبلين وزن مناسب اقدر اجيب بيهم 10 عدات او 12 عده اقصى حاجه اوصل بيهم للفشل العضلي. واحافظ برضو على الاتزان وانا طالع وانا نازل، واستفاد بالعده السلبيه، وانزل بالدمبل لحد ودني. انا ممكن انزل بيه سنه كمان لتحت، بس انا بصراحه بخاف من الاصابه. كده خلصت اول 10 عدات. هنزل الدمبل على طول واجيب دمبلين تاني وانا قاعد وابدا ارفرف زي ما انا شايف، برفرف بوزن مناسب او وزن خفيف مفيش مشكله عادي. انا مش عايزك تلعب في المجموعه الاولانيه بوزن خفيف عشان تبقى شايل هم انك تتمرن المجموعه الثانيه اللي هي رفرفه. لا، هات اخرك في الدفع، بعد كده تنزل الوزن، بعد كده تخف الوزن خالص وترفرف بوزن خفيف مفيش اي مشكله. هعمل التمرين ده هعمله 4 مجموعات، كل مجموعه 10 عدات. التمرين الثاني تمرين يستهدف عضله الكتف الخلفيه. هروح لجهاز الفراشه الخلفي بالشكل ده كده، واخلي صدري على المسند وارجع مقعدها شويه لتحت، وابدا اتمرن بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. افرد كوعي لقدام وارجع لورا بقدر الامكان، بس اهم حاجه كوعي يبقى في مستوى كتفي، كوعي ما يطلعش بمستوى كتفي بره عشان خاطر مفصل الكتف ما يتصابش. هعمل التمرين ده 3 مجموعات، كل مجموعه 15 عده. هعمل وزن مناسب يوصلني ل 15 عده لحد الفشل العضلي. تمرين قوي جدا هيولع لي عضله الكتف الخلفي زي ما احنا شايفينه بالشكل ده كده، واستفاد بالعده السلبيه. هروح للتمرين الثاني، هروح على جهاز الكابل كروس واركب الحبل من فوق وابدا اسحب بالشكل ده كده. ده تمرين سحب اللي يستهدف عضله الكتف الخلفي. اهم حاجه وانا بسحب كوعي يكون مفرود لفوق، وفي نفس الوقت الحبل يجي على منتصف الجبهه عشان خاطر احافظ على استقامه كوعي بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، كاني بالظبط واقف بعرض الباي وانا بسحب لورا. اقفل لوحين الكتف على بعض واعصرهم عشان يفجر لي عضله الكتف الخلفي. هعمل تمرين 3 مجموعات في 12 عده. بعد كده اروح بقى لتمرين الكتف الامامي، تمرين سوبر قويه جدا. هركب القبضه الزجزاج زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده في الكابل من تحت، وابدا اسحب. تمرين سحب استهداف الكتف الامامي، تمرين قوي جدا. المنطقه اللي بيستهدفها التمرين ده المنطقه اللي بتبقى فاصله بين البنش العالي والعالي برضو هتتملي وهيبقى شكلها روعه. دي تمرين سوبر ست. هعمل الشكل الاولاني 10 عدات، بعد ما اخلص ال10 عدات من غير ما اريح اروح جايب البار من تحت رجلي وابدا ارفرف بيه رفرفه امامي بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. هعمل برضو 10 عدات. اهم حاجه في اي مجموعه سوبر ست ال10 عدات الاولانيه وال10 عدات الثانيه الاثنين اوصل بيهم للفشل العضلي. يعني اخف الوزن بقى، اظبط الوزن مش مهم، ماشيش هم ان هتمرن تاني. هعمل التمرين ده 3 مجموعات، كل مجموعه 12 عده. اخر تمرين معايا هو تمرين للترابيس. هجيب دمبلين وزن تقيل شويه وابدا اتمرن بيهم بالشكل ده كده. اهم حاجه يكون الترباس هو اللي بيسحب الوزن، يعني اسحب كده الوزن بالترابيس واحاول بقدر الامكان اعصر واثبت ثانيه او ثانيتين فوق، بعد كده ابدا انزل براحه. اعمل التمرين ده 4 مجموعات، كل مجموعه 10 عدات. احاول برضو احافظ على العده السلبيه وانزل بالراحه. كده وصلت لحد النهارده. اتمنى الحلقه عجبتك تكون عملت لايك للفيديو. لسه مش مشترك في القناه يا ريت تعمل اشتراك في القناه حالا، ولو عندك اقتراح فيديو جديد يا ريت تسيبوه لي تحت في الكومنتس، واشوف وشكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.